شفت الواد صبري اتخانق خناقة كبيرة مع ابوه عشان عاوز يشتري موبايل جديد. الشارع كله اتفرج عليه. واحنا مالنا؟ دي اسمها غيبة ونميمة. وانا كل ما اكلمك عن حد تقول لي غيبة ونميمة؟ طبعا لازم افكرك علشان تمسك لسانك شوية بدل ما تاخد سيئات على الفاضي. يا ابني بقول لك خفف شنبه بقى شبه الفار ابو رقبان اللي كنا بنربيه زمان. ايه؟ لا. الواد طه اللي كان معانا في اعدادي. ماله؟ طول عمره لئيم. ده في يوم عملت فيه مقلب خليت كل الفصل يضحك عليه. واد مؤذي. انت يا بني ادم انت. طب اقفل انت دلوقتي يا شيخ. ايه يا حاج؟ مش تتنحنح ولا تعمل حاجة؟ اما انت ولا تعزيم المسؤولية صحيح. يعني في شهر الخير ونازل نم على خلق الله يضل بدل ما تقوم تصلي لك ركعتين ولا تقرا لك ورقتين من مصحف. المغرب لف عليه حب. وبعدين ده الونش صاحبي من اعدادي بقاله مدة ما شفتوش وكان مسافر ما حصلش حاجة يعني يا حاج. في يد بتعمل زي البطة كده ليه؟ طب قول لي أول حرف من أول كلمة كده ولا أقول لك شاورلي؟ عاوز ترجع؟ هو حر. مش فاهم ياد. لسانك بيوجعك؟ مش عارف تتكلم؟ ياد تكون اتضعفت علشان تاني مرة تبطل كلام على زمايلك وغيبة فيهم. المرة دي ربنا حذرك. المرة الجاية ولا تعلم يمكن ينقطع لسانك من لغلوه.